السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم يا حبايب قلبي في بيتكم التاني، في مكاننا الهادي اللي سميناه ملاذ الطيبين. أنا هبة مصطفى، واليوم ده مش بعتبره مجرد بداية برنامج. اليوم ده بفتح فيه باب خير، بنجمع فيه القلوب الطيبة وعلشان نكون سند لبعض. ليه اخترت الاسم ده؟ لأننا في زمن محتاجين فيه كلمة اللي تطبطب على قلبنا. أنا حبيت أبدأ في شهر رجب الكريم اللي هو شهر الزرع، نزرع معاكم أول بذرة حب، ونبدأ صفحة جديدة مع ربنا ومع أنفسنا. أول حاجة حبيت أبدأ بيها هي جبر الخواطر. عارفين يا جماعة إن جبر الخواطر ده عبادة عظيمة جدا؟ إنك تطيب خاطر حد، حتى لو بكلمة، حتى لو ابتسامة وصدقة عند ربنا، دي كبيرة قوي. ونكون ملاذنا، ويكون ملاذنا النهاردة هو إننا نتعلم إزاي نكون جابرين الخواطر في بيوتنا، مع أولادنا، مع الناس. في البرنامج هنا مش بس أنا اللي هتكلم، أنا عايزة أسمعكم ونحكي حكاياتنا ونطلع الخير اللي جوانا. قبل ما أبدأ تفاصيل حلقتنا، قولولي في التعليقات إيه أكتر موقف حد جبر فيه بخاطرك أو بخاطرك وما قدرتيش تنسيه، أو أنت حتى جبرت خاطر حد وما قدرتيش تنسي الموقف ده. وخلينا في القاعدة الإيمانية إن الجزاء من جنس العمل، ومن صار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. الابتسامة، الابتسامة في وجه حد بيخدمك، حد عمل لك خدمة. الاعتذار بصدق إذا أخطأتي في إيه؟ في ذنب حد، أو اخطأتي في حد، أو طلعت منك كلمة أنت ما كنتش تقصديها، ترجع تعتذر عليها. الدعم النفسي لصديقة أو لصديق بيمر بفترة صعبة أو بتمر بفترة صعبة، بس إن احنا حتى نسمعهم. مش مهم إن احنا حتى نحل لهم المشكلة، لأ، إن احنا نسمعهم، ده مجرد الاستماع ده اطمئنان. وخلوا بالكم من حاجة واحدة، خلي بالكم إن انتوا نظراتكم ممكن تنظر نظرة يعني الضعف، أو نظرة الشفقة في عينيكم من مشاعر يعني الناس. خلي بالكم من الحتة دي عشان ما تأذوش بس مشاعرهم. على فكرة عبادة جبر الخواطر مش هتحتاج لجهد كبير، بل لقلب عشان يشعر للي قدامه. خلاصة الحكاية، الوش البشوش، ان انت لما بتدخلي حتى بيته، حتى الصحبة بتقولك دي قلبها طيب، قلبها يساع الكل. احنا عايزين قلبنا يساع بعض. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.